السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم اجيت للسوق اشتري باجة، فهذا السوق مختص كله يعني أغراض الباجة، أي شيء تردونه يخص الباجة تلقوه بشيخ الله. فاجيت أخذت راس مال خروف، فشال لي الأذانات، كسر الأسنان وكسر أنفه. رجعت للبيت، خلينا نشوف شنو جبنا مقادم ولسان ومخ وراس الخروف وبمبارات وكرشة. هسه طلعت برا على مود انظفهم، ما انظف بالمطبخ لان الريحة تبقى، يعني ايش ما نظفنا وايش ما سوينا ريحة الباجة تكون قوية، فنظفتها برا يعني. بلشت بالبمبارات وباقي الاشياء يعني غسل عادي، انتو تعرفون اذا اكو شعر او شي كله نشيله وننظفه زين. البمبارات ورا ما كملتهم جيت اخلي ملح ولامندوزي وصودا. الصودا والخل مفعولهم مثل مفعول التايت او الزاهر، حتى ينطوكم وغفة يعني تعقيم ونظافة، وحتى لونها يتغير. فندعكها يعني تبقى تقريبا 5 دقائق 10 دقائق باللامندوزي والملح والخل والصودا، تدعكون بيه. وبعدين تنغسل بمي. الكرشة كذلك نفس الشي، همات ملح ولامندوزي وصودا وخل. إذا أكو ريحة زفارة، إذا أكو أشياء باقية يعني إحنا ما شايفيها تطلع كلها بهاي. بعد ما فيعت الكرشة أجي أقصقصها على مود نخيطها. أنا أقصقص وأختي يمي قاعدة تخيط. الحشوة مال بمبارات والكيبايات بصل وثوم مثروم ناعم وتمن غاسلينه وفلفل أسود وملح، بس ما يتخلى أي شيء ثاني. الباجة ما يتخلى لها لا بهارات ولا نوم بصرة. أكو ناس أشوفهم بالجنوب نوم بصرة وبهارات، حتى معجون يخلون ولحم مثروم، يعني ما تصير باجة إذا خليتوا لها نوم بصرة وبصل ومدري شنو بالمرقة خلاص صارت تشريب. هسه نعبي الكيبايات ربعها بس ونخيط. طبعا أختي قاعدة تخيط، بس أنا مذب التليفون وأقعد وياهم. البمبارات نقعتهم بليمون لحد ما نحشي الكيبايات، أرجع أغسلهم ونحشيهم. اجت اختي الثانية اللي ما بيها اي خير ولا نفعة ولا دفعة، قالت اساعدكم. لا لا تعالي. شغلها بالدنيا بس تضحك، شو تقولوا لها تضحك. واجت الثالثة والرابعة يلا على السريع جوعانين، ما دا يساعدوني على سواد عيوني لين جوعانين يردون ياكلون بسرعة. هنا قربنا نكمل الحشو.
هنا بعد ما كملت غسل وصاروا لوك نجي نفركهم بالليمون. آخر تعقيم هذا، يعني قطعة قطعة نلزمها ونفركها بالليمون. هاي آخر مرحلة قبل الطبخ. وهنا كملنا حشي وتنظيف وكل شي. هسه نروح على الطبخ. خطية هاي تعبت والله وياي أختي، كانت خلي أغسل مواعين وأشطف لبين ما تكملين طبخ. فأجيت خليت زيت تمام ونخليهم. خلي الرأس المقادم بس بداية، بس الرأس والمقادم، ما نخلي باقي الأشياء، لين الرأس والمقادم يحتاج لهم 5-6 ساعات يلا يستوون. فيبدون يستوون يلا نخلي باقي الأشياء. هسه نخلي عليهم الحمص ونخلي ماي فاير، بس خلينا نكملهم أول. أكو ناس ما تحب الحمص، أنا بالنسبة لي ما أحبه، بس خواتي لا خلي حمص خلي حمص أوكي. خضار بعد لازم نلبي طلباتهم. خلينا ماي فاير. ما يصير تخلون ماي بارد بعد ما تحمصوها، لازم ماي فاير. وهذا الحمص حمص ناقعي من ساعتين. فنتركها ونجي اللسان أسلقة واحدة، أسلقة تقريبا ساعة ساعة ونص، وأقشره وبعدين أضيفه على الباكر. هنا صار لها تقريبا ساعتين على النار، فخلي اللسان ونتركهم تقريبا هم 2-3 ساعات النار. اجينا نخلي الكيبايات والبمبارات، لأن الكيبايات والبمبارات يحتاجون 2-2.5 ساعات. فهنا صار لها 5 ساعات المقادم واللسان والرأس على النار. جينا خلينا الكيبايات والبمبارات. المنظر وحده يعني يكفي، ننسى كل التعب، نشوفها استوت وخلاص راح ناكل. هاي الكيبايات تقريبا راح تستوي. اجيت هنا خلي ماي فاير، خلي المخ ما يحتاج غير نص ساعة، واخر مرحلة هو المخ. سلقته وقطعته وضفته على المرقة. هنا استوت هي وكل شي، فقمت أشخل البمبارات والكيبايات واحد حتى ما تمرد. فردنا خبز وخلينا السوب ونخلي اللحم مالتها والكيبايات والبمبارات. هاي باكة كاملة عراقية أصلية. أكو ناس تسويها يعني هي بالجنوب أكثر شي، يخلوا لها نوم البصرة وبصل بالمرقة، تصير تشريب يا أخي والله العظيم يخربوها. والبهارات ال7 راح ما بقى طعم باجة، صارت تشريب. خب سووا تشريب، ما حاجة تتعبون روحكم. وهاي كملنا، وأكو ناس حبتها قلي. إذا عجبكم الفيديو انطوني لايك وباي.